الرموش بقى، عايزه اتكلم على موضوع الرموش ده، لان طبعا زي ما انت عارفه في الصيف البنت بتبقى مش قادره لسه تقعد تركب رموش، فبتركب الرموش اللي هي الدايمه. دي كويسه بان بقى البنت في الصيف تنزل البحر او البسين، فدي تاثيرها ايه على انا بحبها يعني انا بحطها قبل ما اسافر. انزل الميه اطلع رموشي طويله فعلا. يعني عادي ممكن تغسلي وشك بيها، تنزلي البول، مفيش اي تاثير، مفيش اي مشاكل. بس هي مشكلتها الوحيده اي حاجه فيها زيت اويل، لو الميك اب ريموفر بتاعنا فيه اويل بيتشال، لان الادهيسيف ريموفر او اللي بيشيل اللزق بتاعها فيه بيبقى نسبه زيت. لكن ميه عادي جدا، السوب عادي جدا. بتتغير كل 6 شهور؟ لا هي بتقعد 6 شهور، بس كل شهر بيتعمل لها مانتننس، يعني بيتعاد عليها 6 شهور. ما في حاجه بتقعد تقريبا شهر او اسبوعين، هي بس بتتشال بعد بعد كده. لكن لان هي التكنيك بتاعها ان كل شعرايه بيتحط عليها شعرايه، فلو راحت او جت او عملت كده صحت من النوم ونسي ان هي حاطه رموش وعملت كده، لا بتصمت شويه. دي بالتالي تبقى كويسه قوي لاي واحده مقبله على الجواز. تقول له تبقى بالنسبه لها لطيفه ان هي يعني تصحى من النوم تلاقي رموشها حلوه وطبيعيه. الناس بيحبوها في الهاني مون قوي، عشان طبعا بيبقوا مسافرين او واتس ايفر، مش هتبقى فاضيه، عندها شوبينج، عندها فسح، مش فاضيه بقى تعمل الرموش. فعلا بتغير شكل الوش لو انت حتى لما شعرك ولا يعني مش حاطه اي حاجه، الرموش بتغير شكل الوش. الرموش، وحطي ليبستيك وانزلي انت جاهزه.